قولي لي بقى يا فرح، انت هتطبخي لنا ايه النهارده عشان معانا دردشه كتير بقى؟ هعمل أجنحة فراخ بالخلطة بتاعتي. بالخلطه بتاعتك؟ انت مسميها خلطه فرح؟ مم. طب قولي لنا بقى المقادير كده والخلطه عشان نلحق ندخلها الفرن ونحكي براحتنا. عندي معلقتين صغيرين ملح، ايوه. ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقتين صغيرين بابريكا، تمام. تمام. ومعلقة صغيرة نشا. 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 هي الخلطه دي صيني؟ اه. صيني. يعني انا النهارده اجيب فجل بياكلوه في الصين واليابان، وانت النهارده جايه تعملي لي جنيحه فراخ بالخلطه الصيني، يبقى بصره بقى. قولي لي. معلقة صغيرة توم باودر، ايوه. معلقة صغيرة بصل باودر، تمام. معلقة صغيرة سكر، ثلاث معالق صغيرين من سمسم. سمسم. ايوه. وثلاث معالق صغيرين زعتر برضو، تمام. ومعلقة صغيرة كزبرة. كزبره ناشفه. اه. ومعلقة صغيرة لبن باودر. يا اختي مقاديرك كتير قوي، قولي لي المقادير دي بقى انت اللي بتشتريها من مصروفك ولا ماما اللي بتشتريها لك ولا ايه النظام؟ ساعات وساعات يعني، بس الأكترية هي بيبقى عندنا في البيت، يعني لما بنعوز بنجيب. يعني الاكتريه لما بتيجي تجربي حاجه بيبقى فيه مقادير في البيت. لا، ما بجيبش حاجة من بره مخصوص يعني. اه. قولي لي بقى، انت بتحبي الطبخ وانت عندك كام سنه؟ 11. 11 سنه. بتحبي الطبخ قوي. اه. يعني انا بقالي كذا يوم في رمضان انا اللي بخش المطبخ لوحدي. ماما بتسيبك تخش المطبخ لوحدك؟ بتعرفني بس انا بعمل ايه وبعد كده. تسيبك. ساعات انا بقترح عليها الاكلات، بتعلم منها برضه. قولي لي مين اللي علمك الطبخ يا فرح؟ لا، ماما يعني وراثه من جدتي. جدتك. يعني جدتك كمان بتقول لك اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. بس كده خلاص. هتعملي بقى ايه تاني؟ حطها في الكيس الحراري، كيس حراري، وتدخل الفرن بس نخرمه على درجة حرارة 200 لمدة ساعة الا ربع او لحد ما تستوي يعني، بس نخرم الكيس عشان ما يفرقعش. كيس حراري. الله، ده على الموضة ده كمان. بيحطوا فيه الاكل وتربطوه تحطوه في الفرن. هينفع في فرن ده ولا عاوز فرن اهدى؟ لا عادي ينفع. ينفع يعني اولع لك الفرن. ماشي. هو لو ما فيش كيس حراري عادي بنحطها في صينيه، بس بنلفها بورق فويل ونخرمه برضه عشان البخار يطلع منها. طب اولع لك انا الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. استني يا اختي لحسن ده ما فتحوليش الانبوب. افتحها انا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النار بقى يا فرح نص نص ولا هاديه ولا ايه؟ يعني على نص نص. يعني في الهادي. ماشي. اهو. هنحطها في صينيه. انا هحطها في كيس حراري في صينيه. كيس حراري في صينيه. وريني يا اختي. يا صلاة النبي احسن. هو ده اللي هتطبخي فيه؟ تستوي حلو على فكره. في قلب ده؟ هنشوف هنشوف. يا ما لسه غاليه هتشوف. استنى اجيب لك صينيه. استني يا اختي استني. خدي اهو. ولا هتحطي ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص؟ لا. هي كده على ابوها جوه الكيس؟ ممكن حتى احط حبه ميه صغيرين، بس انا ما بحطش يعني، هي بتستوي كده، بس بخرم الكيس بالشوكه عشان ما يفرقعش. عشان ما يفرقعش. وهي تستوي كده عادي زي الفل. طب وبقيه الخلطه اللي وقعت دي هنعمل فيها الرشاة عليها من جوه؟ طب ما احنا ممكن جوه الكيس نرجها كده؟ انا بس حطيتها في بول عشان تتخلط كويس. قولي لي بقى، المدرسين عندك بقى في المدرسه مين بقى مثلك الاعلى؟ لا، هما في ناس كتير الصراحه، يعني المدرس هو اللي بيحبب الماده، الناس يعني بيحببني في الماده. في ناس كتيره قوي يعني، مدرسين العربي وبرده الماس. طب زمان كان في المدارس في حاجه اسمها التدبير المنزلي. ما عندنا اقتصاد دلوقتي. دي بتدرسوها دلوقتي التدبير المنزلي ده؟ في ابله بتاعت التدبير المنزلي اللي كانت تعلمنا الكروشيه. ممكن تربطيها؟ هاتي يا حبيبتي، هاتيها لي انا اربطها لك. كانت تعلمنا الكروشيه وكانت تعلمنا الطبخ وكنا المربات والحاجات دي. بنعمل ساعات كيكه، وتعلمنا
التريكو والكروشيه وكده. انا قلبتها لك جوه بعضيها اهي. اربطوا لك رابطه بقى ما فيهاش هوا، صح؟ كده كده. بس هو خرمه بالشوكه كذا خرم. بس خدي انت خرمي يا اختي على ايه، على عدل ايدك. امسكي، استني اجيب لك شوكه. قولي لي بقى، ماما ما بتخافش عليكي لما بتخشي المطبخ وتولعي فرن وتطبخي؟ بتسيبك كده تعملي اللي انت عاوزاه؟ تبقى معتمده عليا. معتمده عليكي بس انت طبعا بتحرصي. لا ما ببوظش حاجه يعني. بتحاولي تحرصي، ولو في نار ولا في اي حاجه بتبعدي عنها وتنتهي لحد كبير. ما بس يعني ما هو انا مش بقرب منها قوي يعني، عادي بقعد اقلب الحاجه لحد ما تستوي. طب تقولي ايه للاطفال اللي زيك ان هم ما يجوش جنب النار ولا يعملوا حاجه فيها كبريت ولا اي حاجه طول ما مامتهم مش موجوده؟ لا ما يعني هي تقفل الغاز كويس. تقفل الغاز كويس. طب انا ماما هحطها لما في الفرن على كده. طب قولي لي يا فرح، دي تاخد وقت قد ايه؟ يعني ساعه الا ربع ساعه كده. ساعه الا ربع ساعه جوه الكيس ده؟ زي الفل.